القصة دي مش نكتة، دي رسالة واضحة جدا عن نوعية ناس بنقابلهم في حياتنا. ناس أول ما تتدخل عشان تحل مشكلة تكبرها، بدل ما تفك العقدة تقطع الحبل كله، ولما الدنيا تخرب يحسسوك انك من غيرهم كنت هتضيع. القصة اللي حصلت في القرية دي درس لكل واحد فينا. كان في بقرة بتشرب من الزير، وبعد ما شربت معرفتش تشيل دماغها من الزير. أهل البلد قالوا مفيش غير العمدة هو اللي ممكن يحل المشكلة دي. جه العمدة بسلامته قال لهم بسيطة، وجاب سكينة وقطع رقبتها. أهل البلد قالوا يا عمدة، انت فصلت البقرة عن راسها ولسه راسها في الزير برضو. العمدة قال لهم بسيطة، وقام كسر الزير خالص. العمدة بعد ما ذبح البقرة وكسر الزير قعد على جنب وحط ايده على خده، وكان باين عليه الزعل قوي. أهل البلد قالوا له يا عمدة ما تزعلش نفسك، فداك البقرة والزير كمان. رد عليهم أنا مش زعلان على كده، أنا زعلان عليكم، كنتوا هتعملوا إيه من غيري؟ الدرس من القصة دي إن مش كل كبير يبقى حكيم، ومش كل صوت عالي يستاهل الاحترام. لأن هنا العمدة كان فاكر إنه حل المشكلة بسهولة وبذكاء، لكن في الحقيقة هو زاد الطين بلة زي ما بيقولوا. ذبح البقرة وكسر الزير، يعني عمل كارثة، محلش المشكلة. بدل ما كان يحلها، لا هو فعلا بوظ الدنيا. وده اللي بيخلي العبرة واضحة، مش كل اللي شايف نفسه ذكي أو كبير بيحل فعلا، لا، ده ساعات بيبوظ الدنيا أكتر. العمدة هنا رمز للشخص اللي معاه منصب أو اسم بس من غير عقل ولا حكمة، وعايش على فكرة أنا اللي بلم الدنيا. وأهل البلد رمز للناس اللي بتسلم عقلها لغيرها، وتخاف إن هي تقول لأ، وتفكر إن الهبة هي اللي بتحل المشاكل. أجمل جملة فعلا لما قال أنا زعلان عليكم، كنتوا هتعملوا إيه من غيري. دي عقلية ناس كتير فعلا بتبوظ وبعدين تتمنظر ويلبس الثوب بتاع أنا اللي أنقذتكم. الخلاصة هنا مش كل كبير يبقى كبير، ومش كل صوت عالي يبقى صح. وفي ناس وجودها لا بيحل ولا يربط ولا يسند، هما بس اسم ومنظر بس. عايزاكوا بقى تقولولي انتوا قابلتوا ناس زي العمدة دول قبل كده؟ اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلوك كل جديد. اشوفكوا في قصة جديدة. سلام.